ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. المفروض ان احنا نعمل كل الحاجات اللي تقربنا من ربنا، زي مثلا ان انا يكون ليا خبيئة ما بيني وما بين ربنا، خلوة بقعدها مع ربنا وبدعي ربنا وبطلب منه كل حاجة. صلاة في جوف الليل، دعوات بدعيها لناس بحبهم، أهلي قرايبي إخواتي ناس في الكرب. طبعا الناس دي ما تعرفش ان انا بدعي لهم وان انا مخصصه لهم كل يوم دعوات من دعواتي ليهم. الحاجات دي كلها بنيجي يوم القيامة بنكتشف ان احنا عندنا رصيد كبير جدا من الأجر على الحاجات اللي احنا كنا بنعملها في الخلوات وفي غير، يعني محدش يعرف عنها حاجة، الحاجة اللي هي الخبيئة اللي بينك وبين ربنا. او ان انت تكون بتطلع صدقة شهرية، او ان انت تكون بتكفل يتيم او بتكفل اسرة مثلا، الاسرة ديت فقيرة وانت بتعيلها مثلا ماديا. كل الحاجات اللي هي بتعملها في الخفاء ولا يعلمها غير ربنا، الحاجات دي بتقربك من ربنا وبتعلي من درجاتك عند ربنا. قلنا زي الصدقة، زي الخبيئة، زي الخلوة مع الله، زي ان انت تدعو الناس الى ان هم يعرفوا ربنا ويتعلموا الدين. ان انت تعلم علم، يعني انت بتكون عندك نوع من انواع العلوم الدينية وبتعلمها للناس، فبتفضل صدقة جارية ليك بعد موتك. ان انت بتشارك في بناء مسجد، انك بتعمل صدقات كاطعام طائر، كان انت بتزرع شجرة يستظل بيها الناس، بتحط على البلكونة بتاعتك يعني طعام لعصفور أو لطائر أو أي حد، أو إن أنت بتطعم مثلا كلب أو قطة. الحاجات دي كلها قد إيه أجرها عظيم، وأنت بتحصد أجرها يوم القيامة في ميزان حسناتك من الحاجات اللي هي الخير اللي أنت بتعملها. كل حاجة انت بتعملها في الخفاء وبتكون بينك وبين ربنا وبيكون ليها أجر عظيم، الحاجات ديت جميلة جدا، حافظ عليها وحاول ان انت تعملها دائما وتكون انها ثابتة. دايما عرف الناس عن ان هم ازاي يعبدوا ربنا، ذكرهم بالطاعات، ذكرهم بالعبادات، ذكرهم بالاستغفار، ذكرهم بالذكر، ذكرهم بالصلاة وقيام الليل والنوافل. اتكلم عن الحاجات اللي هي بتعلي من الأجور، زي مثلا صلاة الأوابين، صلاة الضحى، صلاة قيام الليل، صلاة الفجر، المحافظة على الصلاة في وقتها، ان احنا نصلي على النبي كتير، ان احنا نستغفر كتير، ان احنا ما ننساش ان احنا نشكر ربنا في يومنا ونحمد ربنا على كل، نأدي الحمد والشكر في يومنا. وطبعا في ان احنا نحافظ على الأذكار بتاعة الصباح والمساء، وفي ذكر اللي هو اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، من قالها فقد أدى شكر يوم.